حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. الوضع الأمني في العراق بشكل عام وكركوك على وجه الخصوص، التطورات التي نشهدها بعض الحين والآخر فيما يخص القصف ضد فلول الإرهاب أو ما تبقى من الإرهاب، وخاصة في بعض محاور التماس ما بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، وخطوط التماس أيضا اللواء المشترك ما بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، وادي أزغيتون. وهذا الوادي الذي نراه على مدى سنوات طوال يبقى الشغل الشاغل لدى القوات الأمنية لكونه وادي يمتد من كركوك إلى محافظات أخرى، وصعب أيضا السيطرة عليه. كل ما يخص الوضع الأمني وتطورات الملف الأمني سوف أطرحها على ضيفي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بصراحة مع اللواء الدكتور جودة جهات الخبير الأمني والاستراتيجي. حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا، وشكرا لقبول الدعوة. وأيضا السيد حسين المفرجي مراقب للشأن السياسي، حياك الله وشكرا لتلبية الدعوة. نورتنا سيد حسين. حياك الله. السلام عليكم. خليني أبدأ وياك سيد جودة. التطورات الأمنية في الآونة الأخيرة بدأت تثير الشغل الشاغل في محافظة كركوك، خاصة بعض التحركات في محافظة كركوك، في أطراف محافظة كركوك فيما يخص فلول الإرهاب، أيضا القصف المتكرر لمجاميع داعش الإرهابية. هل هناك خطر أو ممكن إعادة مرة أخرى لخطر الإرهاب على محافظة كركوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الأمور اللي تستجد بين فترة وأخرى خاصة في قاطع كركوك من جانب العسكري هي أمور مجرد استغلال الفرص أو إتاحة الفرص الموجودة ضمن الثغرات الموجودة في النزاعات السياسية. جميع الأعمال الإرهابية الحالية جميعها مرتبطة بالجانب السياسي، والغاية الأساسية منها هي كيفية استغلال هذه الثغرات لغرض الخروج منها ولتنفيذ مآربهم. الآن داعش ليس داعش القديم، داعش له تكتيك جديد. التكتيك داعش الحالي القيام بتنفيذ عمليات بمجاميع صغيرة ولفترات محدودة ومن اتجاهات محددة، ومن ثم العودة وليس مسك الأرض. هذه ناحية. الناحية الثانية يجب أن نتذكر بأن المعركة الحالية ليست هي معركة نظامية، وإنما هي عبارة عن حرب عصابات بين جيش نظامي وبين مجاميع مسلحة إرهابية تتنقل من مكان إلى الآخر للتنفيذ مآربها. نعم، خليني أنتقل وياك سيد حسين فيما يخص التنسيق المشترك ما بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي وأيضا الألوية المشتركة. لو ننتقل أيضا إلى الجانب السياسي، كيف يكون التنسيق ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، خاصة فيما يخص مناطق التماس والمناطق التي توجد بها فراغات ما بين الجيش وقوات البيشمركة التي يستغلها فلول الإرهاب بين الحين والآخر؟ نعم، حياك الله أستاذ عمار. تحية لك ولضيفك الكريم اللواء الدكتور أستاذ جودة والمشاهدين الكرام. ابتداء طبعا كركوك هي محل نزاع، فالجانب السياسي مؤثر جدا بوضع كركوك الأمني. العلاقة بين الجانب السياسي والجانب الأمني هي علاقة طردية، كلما استقر الجانب السياسي هناك استقرار أمني. الخلافات الأزلية اللي هي بين بغداد وبين أربيل أو بين الإقليم بصورة عامة ولدت ظروف أمنية صعبة جدا أنه تحصيها بهاي الفترة. هاي الفترة الأخيرة أنه كانت أكو مناطق تماس بين المناطق اللي يسيطر عليها الجيش أو القوات الاتحادية وبين المناطق اللي تسيطر عليها القوات البيشمركة. ضرورة التنسيق بهذا المجال، ضرورة التنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية. التنسيق طبعا يعد من المواضيع الاستراتيجية والحساسة جدا بهاي المرحلة بين الحكومة والإقليم. الأسباب وأهداف التنسيق: مواجهة التهديد الأمني المشترك. اليوم خلايا داعش تستغل الفراغات والمناطق اللي تخلو من النقاط الأمنية من الجيش من البيشمركة، تستغل هذا المناطق تنفيذ أهدافها وتنفيذ هجماتها، الاستعداد لتخطيط الهجمات المستقبلية، تطوير نشاطها بهذا المجال في المناطق اللي تخلو من النقاط والقوات البيشمركة.
في بعد هذا انه نقول انه التهديد الامني اللي يتولد من قبل الخلايا الارهابيه او العناصر الخارجه عن القانون. الخلايا الارهابيه اليوم تهديدها الامني هو عشوائي، ما يستهدف فقط البيشمركه ولا يستهدف فقط الجيش. نعم. احنا اليوم بصدد مواجهه عدو واحد، فمن ضروره انه يكون تنسيق مشترك بين الجيش وبين قوات البيشمركه حتى نواجه هذا الخطر المحتدم. بعد المواجهه ضروره انه اكو يعني اتفاق سياسي بين الاطراف، بما انه كركوك تمتاز بموقع اقتصادي وجغرافي مهم. الموقع الجغرافي انه كركوك تتالف من عرب وكراد وتركمان، وهي يعني محط صراع بين المكونات، وكل مكون إلى حزبه وإلى كيانه وإلى كتلة سياسية اللي تهدف إلى الهيمنة على هذا بدافع الأغلبية السياسية وغيرها. أما بالنسبة للعصابات اليوم، العصابات الإرهابية اللي تشتغل على هذا الموضوع تشتغل باتجاه واحد، انه العدو واحد، ولازم انه نطور اتفاق سياسي، يكون عندنا جهد فني، جهد استخباري، ألوية مشتركة، طائرات مسيرة، كاميرات حرارية وغيرها من هذا المجال. نعم، سوف نعود إلى هذه التفصيلات. خليني أعرف من سيادة اللواء، احكي لنا سيادة اللواء أو وضح لنا شنو مناطق الفراغ ما بين الجيش والبيشمركة، اللي دائما نقول اكو مناطق فراغ دا يستغلها فلول الارهاب. شلون تتكون هاي مناطق الفراغ؟ هل هي مساحات شاسعة؟ هل هي تكون بين محافظة واخرى؟ شنو مناطق الفراغ؟ هاي المناطق الفراغ تسمى هي مسؤوليات قواطع المسؤوليات. نعم. قواطع المسؤوليات تقسمت بين قوات القطاعات الماسكة للأرض، واللي هي تتكون من الجيش والبيشمركة، ولكن هناك أكو بعض النقاط الاتصال الموجودة بين هذه القواطع المسؤولية. قواطع المسؤولية هنا عندما تحدد من منطقة ألف إلى منطقة باء، وتبدأ قاطع مسؤولية الجانب الثاني مثلا من الباء إلى جيم. هنا ليس من الباء مباشرة، يجب أن تكون هناك متداخلة خليلا نعم. إلى الألف حتى تكون النيران كلها متقاطعة. الآن قسم من طبيعة الأرض قد تحدد عليك أن توسع شوية قواطع المسؤولية، لذا فتكون هناك في بعض الفراغات. هذه الفراغات يجب مسكها بعدة وسائل، إما بقطعات وإما بأجهزة كهربائية أو بدوريات راجلة أو بدوريات آلية أو بطائرات مسيرة. فهناك تظهر لدينا بعض المشاكل ضمن نقاط الاتصال الموجودة ضمن قواطع المسؤوليات. نعم. نلاحظ سيادة اللواء خاصة بالآونة الأخيرة اللواء المشترك ما بين قوات البيشمركة والجيش العراقي استهداف متكرر، وكأنما عصابات داعش أو ما تبقى من فلول الإرهاب يستغل الألوية المشتركة في مناطق التماس ليكرر عليها تلك العمليات. نعم. القوة المشتركة من الجيش والبيشمركة تم استهدافها في الآونة الأخيرة. نعم. لنقاط عديدة، منها العدو الآن هو اللي متخذ جانب المباغتة. النقطة الثانية، المكان والاتجاه والزمان بيد العدو وليست بيدنا. نحن ننفذ فقط كمدافعين، وعندما تكون علينا الهجمات نقوم بهجوم مقابل وتطرد على هذا. هاي حالة. وحالة الأخرى لا تنسى هناك في بعض كثير من الحالات مثل البايرومتر تصعد عندك الحماية الحماس بدرجة كبيرة بحيث تنفذ جميع الأهداف المطلوبة من عندك، ومن ثم قد تكون هناك نوع من الرخاء والرخاوة، وهذه هي النقطة المميتة التي موجودة لدى قطاعاتنا. استهدفت القطاعات المشتركة، لماذا؟ لأنها هناك ارتباط بالجانب السياسي، لأنه إذا كانت العمل القطاعات المشتركة القوة المشتركة من هذا الألوية المشتركة اللي جنابك تفضلت به، إن نجحت فراح تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على عمل المجاميع المسلحة. لذا يجب أن تكون هناك، ولا تنسى نقطة أخرى، لا ننسى بأن قاطع المسؤولية قاطع كبير ما تحدد بلواء أو لواءين، قاطع كبير جدا. قاطع كركوك إذا نأخذها بين المحافظات لمجال 4 محافظات. نعم. وعليه فلواء أو لواءين
أنا إذا أشوفها صحيح مو ضمن المطلوب، ولكن يجب مسكها أيضا باستخدام الأجهزة الحرارية وباستخدام الطائرات المسيرة وباستخدام الدوريات الراجلة وبمسك النقاط الحصينة اللي قد تساعد على غلق كثير من هذه المساحات. نعم. خلينا ننتقل للجانب السياسي معك استاذ حسين. كل ما نشوف اكو اتفاق سياسي، الامور السياسيه ماشيه تمام، نشوف ينعكس على الوضع الامني. كل ما نشوف اكو مشاكل، اكو انتخابات قربت، وكانما ينتظر المجاميع الارهابيه او تنتظر المجاميع الارهابيه المشاكل السياسيه حتى تاخذها ثغره لتنفيذ بعض عملياتها اليائسه ضد الابرياء. نعم استاذ عمار، كما ذكرنا سالفا انه العلاقه بين السياسه والوضع الامني علاقه طرديه، كل ما صار هدوء سياسي ترى الوضع الامني مستقر، كل ما تشوف اكو خلاف سياسي انه اليوم الوضع الامني يتدهور ويتجه نحو الاسوء. انه هنا اليوم داعش لم تكن داعش اللي كانت بالبدايه، والخلايا الارهابيه اليوم بقت يعني بقايا من الخلايا الارهابيه تستغل الظروف السياسيه المختلفه. احيانا يصير خلاف بين الاطراف المتناحره في الساحه السياسيه، تستغل هاي الظروف لتنفيذ اجنداتها وتنفيذ عملياتها وتنفيذ هجماتها ضد القوات الامنيه بكل صنوفها، سواء الجيش او البيشمركه ولا اي كان من المسميات. انه هذا الموضوع جزء من استراتيجيه العصابات الارهابيه، اليوم تستغل الظرف السياسي المختلف حتى انه تنفذ هجماتها وتنفذ اطارها، هي كجزء من سياسيه العصابات والمجاميع الارهابيه. استاذ حسين، نرى بالاونه الاخيره كركوك بالمشهد الامني، اطراف كركوك، وادي الزغيتون، وكانما كركوك يعني العمليات العسكريه، قصف العمليات المشتركه. قبل ساعات من الآن أيضا هناك عمليات للأمن الوطني، للعمليات المشتركة لكافة القطاعات الأمنية، أو من قبل قوات البيشمركة، من قبل جهاز مكافحة الإرهاب. أكو ضغط على كركوك، أكو العين على كركوك من قبل المجاميع الإرهابية. بالنسبة كما ذكرت منطقة وادي زغيتون أو وادي الشاي، هذه المناطق مناطق شاسعة تمتد من أطراف قضاء الدوز، محافظة صلاح الدين، إلى جبال حمرين ومكحول، وإلى تنتهي بأطراف المدينة الموصل. هاي المناطق شاسعة تحتاج إلى تكثيف عناصر الجيش بها، نشر دوريات. الأهم المواضيع اللي يحتاج بهذا المجال هو تكثيف الجهد الاستخباري. اليوم احنا بحاجة إلى معلومة استخبارية دقيقة حتى نقدر نسيطر على الخلايا المتواجدة بهذا المجال. لا تنسى أنه هذه المناطق مناطق وعرة، المناطق الوعرة تحتاج إلى استراتيجية مهمة بالحروب وبالتنفيذ العمليات العسكرية بها. إضافة إلى ذلك بالآونة الأخيرة طبعا خطوة ممتازة جدا وجبارة أنه الجهات الأمنية وقواتنا الوطنية استخدمت يعني نظام الجهد الفني وموضوع تقاطع الأرقام، مراقبة نظام الاتصالات. طبعا هذا الموضوع يعني أبلى يعني بنتائج جيدة جدا، النتائج كانت بصالح قواتنا الأمنية، نفذوا ضربات، نفذوا أهداف. يمكن يوم 16/11 بهذا الشهر نفذوا ضربة جوية عن طريق المعلومة الاستخبارية وعن طريق الجهد الفني، أنه أدت إلى هدم يعني وكر للعصابات الإرهابية وقتل 4 أو أكثر يمكن من عناصرهم. فهذا الجهد الاستخباري والجهد الفني هو مهم بالنسبه لقطاعاتنا العسكريه المتواجده بوادي زغيتون. اما نعم. المناطق هذه الشاسعه هي برايي يعني الحلول اللي محتاجينها هسه احنا هو تكثيف القوات المتواجده، النقاط الجيش بعيده نوعا ما عن اخراها، ومناطق وعرة، مناطق مزدحمة بالأشجار والأنهار والأودية والجبال. فهذا الموضوع يحتاج إلى جهود أخرى أكثر مما بذلت في السابق. خليني قبل أن ننتقل للجهد الاستخباري وأيضا التضاريس اللي ممكن تحيط محافظة كركوك، بالتالي تجعلها قد يكون بيئة للمجاميع الإرهابية. ذكرت حضرتك سيادة اللواء مبدأ المبادرة وعنصر المبادرة، دائما ما بعض الفلول الإرهابية هي اللي تبادر. نعم. طيب السؤال، ليش مو قواتنا الأمنية هي اللي تبادر وهي اللي تدخل، خاصة هي تعرف بعض المناطق أو الجيوب اللي يخرج من عندها الإرهابيين أو ما تبقى من الإرهاب، فبالتالي هي تكون صاحب المبادرة، ما تنتظرهم هم يجون. صحيح، سؤال جيد.
في مبدأ العقيدة العسكرية، نعم. القوة الماسكة قوة معروفة، فأي حركة لها يجب أن تكون إلى نقطة أخرى، نقطة أيضا معروفة. الآن النقاط الموجودة لدى داعش نقاط غير معروفة، وتتحرك بمجاميع صغيرة من منطقة إلى منطقة أخرى. نعم. إذن داعش هو اللي يسيطر على الوقت وعلى الاتجاه، يعني كيف بأي وقت اللي يريد يشيل الهجوم، والاتجاه كيف هو يختار الاتجاه ويختار الزمن. يعني هو النقاط الثلاثة، الاتجاه والوقت والزمان بيده كله، ليست بيد القطاعات الأخرى. إذن المطلوب من القطاعات شنو؟ الحيطة والحذر، نقطة. ونقطة أخرى تغيير الجهد الاستخباري المرسل للعدو. مثل نعم. ما تفضل ضيفنا الكريم، الجهد الاستخباري له دور كبير، ولكن أنت عندك جهد استخباري مرسل وجهد استخباري أنت اللي مستفاد من عنده، فيجب أن يكون عندك جهد استخباري مرسل بين فترة أخرى مغايرة على الموجودة اللي عندك، الغاية من إيهامه أو تغيير اتجاهه أو أي مشاكل ذاك. إذن المبادئة في حرب العصابات دائما تكون لدى القطاعات المسلحة. نعم. عندنا مشاكل في نقاط ثابتة بالعمق، نعم. عمق الأودية، خلينا نفتهم شنو وادي زغيتون اليوم. كل الأخبار، كل الإعلام على مدى سنين طوال، سيادة اللواء، وادي زغيتون، وادي الزيتون، وادي زغيتون. شنو هذا الوادي؟ ليش ما حد يقدر يسيطر عليه؟ شنو موضوعه؟ وادي الزيتون أنا شخصيا نعم. نصف الوادي أنا مستطلعة بالوصف الجغرافي، عندنا مفهوم خاص. السادة اللي يسمعوني، العسكر اللي يسمعوني يعرفون الوصف الجغرافي ايش معناه. في الوصف الجغرافي أنا نصف وادي زغيتون أنا ماشي إما على كمشات، وإما بعجلة، وإما كنا نستخدم بعض الطائرات السمكية. نعم. قسم منها. وادي زغيتون منطقة وعرة، مثل ما تفضل ضيفنا العزيز. وادي زغيتون ليست في منطقة محدودة، وإنما هي قادمة من شرق العراق وإلى نهايته وامتدادها، وهي منطقة وعرة وفيها تلال وفيها وديان، ولذا هناك أيضا مناطق يمكن الاستفادة من هذه الوادي كنقاط حصينة تكون يمكن الاستفادة منها، ليست هي فقط ضدنا، لا اكو هناك مناطق ممكن الاستفاده منها. ولكن وادي زغيتون ليست بان تجي تخلي لها لواءين ثلاثه، لا، العمليه تحتاج الى قطعات كثيره. اضافه الى هاي يجب عندي بدائل، من بدائل هاي عندي النقاط اللي ذكرناها، الدوريات الآلية الراجلة والى اخره. نعم. سيد حسين، ممكن اليوم داعش الى تهديد مثل قبل ممكن ان يدخل الى المدن، ام راح تبقى على الاطراف هناك تخوف قد يكون من المواطنين ان يصل الى قلب المدن، ام انتهى داعش من هذا الامور وهي عمليات يائسه وقليله بين الحين والاخر في بعض الوديان؟ حقيقة الأمر داعش اليوم لم يكن داعش السابق. نعم. داعش اليوم خلايا مندثرة، أكو خلايا نائمة، هي مجرد أنه تحافظ على كيانها، أشبه بالنظام ما يسمى بالنظام الخيطي. يعني هسه أحيانا تنفذ قواتنا الأمنية عمليات تلقي القبض على 2 أو 3 ما يعرفون البقية، هذه خلايا نائمة، يعني كيان منهك. الغاية اللي موجودة عنده هو أنه فقط زعزعة الأمن اللي موجود لا أكثر، وتحقيق غاياتهم اللي يصبون إلها. لكن اليوم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة. جيشنا قوات الأمنية بكل صنوفها بطلة، قدمت كثير من التضحيات، قدمت كثير من الشهداء، وصلت إلى مرحلة أنه أنهت هذا الكيان. اليوم إحنا مرحلة، سابقا كنا مرحلة الدفاع بالنسبة لجميع صنوف القوات الأمنية، كانت مرحلة الدفاع، تدافع عن نفسها من هذا الكيان بعد ما سيطر على نصف أراضي العراق تقريبا. لكن اليوم إحنا مرحلة هجوم، اليوم نتبعهم، مقارهم، أوكارهم، نقدر أنه نوجه لهم ضربات بكل مكان هم موجودين به. لكن يحتاج لنا البعد يعني الكثير من الجهد حتى نقضي على ما تبقى من عندهم تحقيق السلم. نعم. تغيير الخطط أو الاستراتيجيات سيد حسين، إضافة إلى قد يكون هناك في بعض الأحيان بحاجة إلى تغيير حتى القادة الميدانيين
كون هناك أفكار جديدة، ضخ دماء جديدة. اليوم احنا بحاجة إلى هذا الأمر، أم هناك جنبة سياسية بالموضوع في تغيير القادة أو نقل القطاعات أو حتى بناء ألوية جديدة، كون مثل ما ذكر سيادة اللواء هناك فقط لواء أو لواءين مشترك، وهو ليس بالشيء المطلوب. هناك يجب أن يكون جهد مشترك وتنسيق أمني كبير ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ما بين البيشمركة والجيش العراقي على أعلى المستويات، خاصة في خطوط التماس. حقيقة الأمر عادة المؤسسة العسكرية تمثل المنهج السياسي السائد. نعم. يعني اليوم احنا عندنا الاتجاه السياسي السائد بالعراق، الجيش انه يتبع السياسه اللي الموجوده بالبلد. اليوم ما ممكن ان يتجه غير اتجاه، لكن احنا شو نقول انه الخلافات اللي موجوده بين الاطراف المتناحره والاطراف المتنازعه اليوم في يعني اقل حديتها. اليوم اكو توافقات، اكو عمل مشترك، اكو ديمومه لهذا العمل، لكن مو بالمستوى المطلوب. احنا نامل بالايام القادمه انه يكون اكو اتفاق سياسي، اكو الويه مشتركه، اكو نظام تدريب مشترك، اكو تبادل للمعلومه الصحيحه بين الاطراف الاخرى، حتى نقدر انه ننهي ونضع كل العوارض امام خطط وهجمات هذا الكيان المنهزم. نعم. سيادة اللواء، قبل ايام ايضا اعلن رئيس الوزراء السيد السوداني عن مقتل والي العراق لتنظيم داعش. اليوم داعش يسمي والي جديد، عنده قيادة مركزية بالعراق، أم هي فقط مجاميع بالمحافظات هنا وهناك، أم مركزيته باقية؟ هناك والي جديد للعراق عنده تنسيق مع مثل سوريا مثل بقية الدول، أم هي مجاميع سوى عمليات يعني حسب اللي تشوفه هي دون مركزية ودون خطط؟ نحن عندما نتطرق إلى شيء يجب أن نكون واقعيين. نعم. وبغض النظر عن ما الحالة قد تؤثر علينا أو تؤثر على السادة المشاهدين، ولكن أنا تحدثت سابقا وفي عدة قنوات، داعش لم ينتهي فكريا، ايديولوجيا. نعم. انتهى عسكريا الرجل، ولكنه بقى فكريا. الآن بدأ داعش بتكتيك جديد. التكتيك الجديد ليست كما التكتيك القديم. التكتيك الجديد مالته هو الحركة بمجاميع صغيرة، إيقاع خسائر، خرق الخطة الأمنية، توليد رعب لدى المواطنين، توليد فوضى، وهكذا. هاي الخطة الحالية عنده. أما إذا نجي نقول داعش، من هو داعش؟ داعش مدعوم ليست فقط من العراق، ليست هناك فقط خلايا نائمة. داعش مدعوم من اكو دول جوار، اكو دول كبيره تدعم داعش. استراتيجيه داعش يجب ان نحسب الحساب بانه عدو يستخدم معركه حرب العصابات ويجينا في اي وقت كان. اما اذا ننظر الى داعش بانه انتهى او عباره عن مجاميع شكل يعني شكلون لصوص ويخلقون مشاكل، لا، غير هاي. يجب أن نحسب حساب لكل شيء، لأن المنظومة الاستخبارية المستخدمة لداعش تحللناه، شفناه منظومة بأعلى درجات الدقة. نعم. فهذه ما تستخدم لدى مجاميع غير معروفة. ولكن نحسب حساب داعش عنده فلول، وعنده ارتباط داخلي، وعنده ارتباط محلي، وعنده ارتباط إقليمي، وعنده ارتباط دولي. وإلا كيف، من أين له هذه الأسلحة، ومن أين له هذه المعلومات، ولماذا العمليات تقام الآن في كركوك؟ الآن هاي العمليات تجرى في كركوك لنحسب حساب هي ليست كركوك الهدف المطلوب، لا، أكو هدف آخر. نعم. وهو شوف في أي مكان لا يخطط أن يجب الانتباه إلى مدينة كركوك، جلب الانتباه إلى هاي، وعندما يشوف الفراغ الفرصة السانحة إلى مكان آخر في قاطع آخر حينفذ عملية. انظر عمليات داعش خلال الفترة السابقة كلها كانت تجرى في منطقة معينة، في مناطق معينة، ولكن قبل فترة صارت في مناطق شمال كركوك، منطقة ما محسوبة. تمام؟ نعم. فإذا
يجب أن نحسب حساب كل شيء، بأن العمليات يجذب الانتباه لشيء نعم ويفعل فيه شيء. نعم. ويجب أن يكون هناك عندنا، وأرجو من سادة من إخواني ومن أبنائي القادة الميدانيين أن يركزون على هاي، لا تعتمدون فقط على الاستخبارات اللي تجيكم، وإنما عملوا على الاستخبارات المضادة، عملوا على إرسال المعلومات المضادة إلى الجهة الثانية. نعم. الجهد الاستخباري اليوم والأمني ايش قد ممكن يفيدنا سيادة اللواء؟ 75% نجاح المعركة جهد استخباري. احنا بالجهد الاستخباري خاصة احنا بدنا نشوف انه العالم اليوم كل المنظومة بدأت تعتمد على التقنية. نعم. تقنية المعلومات، تطور بالمعلومات، الأمن السبراني. نعم. والفضاء الرقمي. نعم. وبدينا نسمع أمن سبراني وأمن سبراني وأمن سبراني، وبعد انتهى الستايل القديم والعمليات القديمة. احنا بدنا نواكب هاي التطور. سادتي الأفاضل، جنابكم تطرقتوا إلى نقطة مهمة جدا. نعم. على العالم الرقمي. نعم. الآن احنا بدينا نطبق العالم الرقمي. العالم الرقمي ايش قد صار له مطبق؟ داعش قد صار له يطبق علينا العالم الرقمي. إذا هو مجتاز هاي المرحلة، هو مش مجتاز هاي المرحلة. نعم. إذا علينا أن نجد مرحلة جديدة، مرحلة الأخرى اللي بعد العالم الرقمي، وهسه حاليا موجودة. وأيضا لا أستطيع التدخل في حديث الأخ الضيف الكريم في الجانب السياسي، ولأني لست برجل سياسي، ولكن في السياسة هناك قاعد حتطلع عندك شغلات، أمور جديدة، أمور حديثة. فعندما نقوم بعمل معينة، وهاي العملية لأول مرة بدنا نستخدمها، لنحسب حساب أن الجانب الثاني عنده عملية أعلى من هاي، تقنيته أعلى من هاي، سابقنا بخطوة. نعم. 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 خلينا انتقل وياك سيد حسين إلى الأيديولوجية. تطرق سيادة اللواء إلى الأيديولوجية وأيضا التطور اليوم على مسؤولية من أن يحارب التطرف الفكري، وأيضا القضاء على ما تبقى من الأيديولوجية لدى التنظيمات الإرهابية من الجانب السياسي. اليوم القادة السياسيين، العملية السياسية كتوعية لأيضا السياسيين ولكافة أبناء المجتمع. اليوم المسؤولية تقع على عاتق من بالدرجة الأساس، خاصة أنه يشوفون السياسيين اليوم هم لازم يتحملون المسؤولية في هذا الجانب. هو مو بالضرورة أنه يكون يتحمل السياسي الجانب هذا المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، لكن اليوم احنا لكن بشكل اكبر على الجانب السياسي، كون هو اللي يقود الدفة. الجانب السياسي هو اللي يقود المسير. لازم اليوم انه تكون توافقات سياسيه بين كل الاطراف المتناحره، يكون النظام المواطنه هو اللي يساعد. اليوم انا لما اشوف نفسي انا مواطن من الدرجه الاولى، انا راح اتعاون ويا الجيش ويا القوات الامنيه ويا كذا، راح اقدر انه اجمع مصادر امنيه توصل لي المعلومه الاستخباريه دقيقه. اليوم انا لما تكون علاقتي بالمواطن علاقه مو زينه وعلاقه مو صحيحه، راح ما اقدر استمد قواي الاستخباريه، ما اقدر استلم المعلومه القويه من هذا المواطن. اليوم المواطن ما يتعاون من الجيش لانه ما يمتلك انه روح المواطنه. سابقا صارت ظروف انه استخدمت السياسات، يعني ما نسميها بلي الاذرع بين الاطراف السياسيه، انه يقول لك انا اقود المركبه واني اللي اقود الجيش وغيرها وغيرها، يعني خاصه بالمناطق اللي خلينا نقول المناطق الشماليه، كركوك، موصل، غيرها كان الجيش يعني ما حسن علاقته ويا المواطن بهاي المناطق كان يحس نفسه من مواطن من الدرجه الثانيه. لذلك انه ما كانت اكو معلومه استخباريه دقيقه توصل للجيش، ما كانت اكو روح المواطن انه اليوم نعمل عمل جماعي لمحاربه هذا الكيان. لذلك هي او بيئه خصبه وبيئه رطبه انه اليوم اجمعت على انتشار الكيان الارهابي بصوره كبيره، وصار ما صار وحدث اللي بالمناطق اللي نعم. سيد حسين، اليوم ايش قد السياسيين ملتهين بالوزارات، ملتهين بالجانب السياسي؟ هاي صار نحن تقريبا على مدى سنة بأزمة رئيس البرلمان، أيضا يجوز بعد شهر شهرين يلتهون السياسيين أيضا بالانتخابات البرلمانية القادمة، على حساب تطور الأمني والجهد الاستخباري والفضاء الرقمي والأمن السبراني وتطوير أيضا قواتنا المسلحة، تطوير الأجهزة الأمنية الأخرى. خاصة احنا اليوم
نشوف المعركة أصبحت هي مو بس معركة صاروخ، هي معركة معلومة، معركة رقم. فلهالسبب احنا مثل ما نستورد أسلحة ونستورد معدات، اليوم محتاجين ضباطنا وعلى عاتقهم السياسيين أن يدخلوهم دورات تطويرية أيضا على أعلى المستوى. أستاذ العزيز، الجانب السياسي اليوم له تأثير قوي بالنسبة للمؤسسات العسكرية. اليوم المؤسسة الأمنية بكل صنوفها بالنسبة للقوى الأمن الداخلي، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، اليوم أصبحت كل جهة تابعة لكيان سياسي معين. هذا واقع حال. فرض النظام التعددي، احنا اليوم ظل نظام برلماني، ليس النظام الرئاسي، النظام التعددي، النظام البرلماني وزع هذه الأمور يعني مو على أساس المهنية ولا على أساس الكفاءة، لكن احنا يعني لا ننسى أنه الاهتمام بالجانب العسكري مهم، بالمؤسسة العسكرية، وبالجانب القوى الأمن الداخلي جانب مهم أنه تهتم بها، حتى تقدر أنه توصل النتيجة تحمي هاي المؤسسة اللي أنت تقودها، تحمي المؤسسة السياسية. اليوم أنت ضمن كيان سياسي، لازم أنت تريد قوة أمنية اليوم تحميك، ولازم تهتم بها، تقدم لها كل الدعم، كل المشورة، كل الإرشاد. نعم. سيادة اللواء، بعد مفاوضات طويلة وبعد عقد جلسات طويلة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية، نتج عنها لواء أو لواءين مشترك، وشفنا فعالية هاي اللواء أو اللواءين المشترك. طيب احنا بحاجة إلى أكثر من لواء أو لواءين مشترك، خاصة مناطق التماس ما بين الإقليم وما بين الحكومة الاتحادية هي مناطق شاسعة وكبيرة وتمتد على أكثر من محافظة، وتشمل تضاريس وعرة جدا. هي مناطق التماس ليست مناطق منبسطة وسهلة. احنا ايش قد اليوم محتاجين تنسيق عالي ما بين الإقليم وما بين المركز من الجانب العسكري، وسد هذه الثغرات وتشكيل ألوية أو حتى على مستوى فرق مشتركة. محتاجين بكثرة، والأهم من هاي محتاجين إلى خبرة. نعم. محتاجين إلى معلومات، مثل ما تفضل الأخ الفاضل. احنا حاليا ينقصنا المواطنة. نعم. في أحد المرات زرنا أحد المسؤولين الأمنيين في كركوك، نريد أن نفيده في بعض الخبرات اللي عندنا، ما رضى. فكيف المواطن إذا تيجي عليه تريد من عنده معلومة تفيده، تريد تدخلها في دورة الاستخبارات اللي أنت حدعتها تجاه العدو المقابل، إذا أنت المسؤول مدى يريد يتعاون وياك، فكيف راح المواطن يتعاون وياك؟ نعم. لكن هاي مسؤولية من؟ أليست من مسؤولية الدولة أن تجمع الخبرات السابقة وتضعها، وأيضا بالتنسيق ما بين الجميع؟ هي صحيح. أنا مثل ما قلت لك جنابك، أنا رجل عسكري. نعم. يعني ما لي علاقة بالسياسة. من ناحية التجهيز، خليني أجيك من ناحية التجهيز، كونك عسكري، هل اليوم تجهيز القوات الأمنية هو تجهيز كافي، تجهيز متطور؟ من ناحية خلي نيجي على مسألة الجو، كون أن اليوم في أغلب الوديان والمناطق الوعرة صعوبة تنقل الآليات المدرعة أو دخول هذه الوديان، فبالتالي أنت محتاج ممكن طائرات مسيرة أكثر، ممكن وسائل أخرى. احنا اليوم عندنا هاي الوسائل، دا نقدر نواكب هاي التطور حتى نغطيها؟ العراق قفز من عقيدة إلى عقيدة جديدة. نعم. من عقيدة عسكرية اللي كنا احنا بيها إلى عقيدة جديدة، عقيدة الأمريكية. العقيدة الأمريكية الطائرات هي اللي تحكم، ولكن الدول ما تعطيك، اكو علينا حظر. نعم. انظر كم طائرة عندنا، كم طائرة مقاتلة، كم طائرة مسيرة عندنا اللي تستخدم للجيش. نعم. زين، وش قد صلاحية استخداماتها، مدى استخداماتها. فإذا اكو علينا تحديد. احنا بحاجة إلى المسير مع التطور الجديد، مع التكنولوجيا الحديثة. كل الأمور اللي احنا حاليا موجودة عندنا، وخبرات عدة، خبرات أيضا موجودة، يدرسون دورات خارج العراق ودورات خبراء يجون، كل شيء، يعني كل الأمور موجودة. ولكن يجب أن ننظر بأن العدو أيضا عنده خبرة لو مثلنا لو بأكثر، لنعتبره أكثر.
حتى احنا نعمل ان نكون احنا الاكثر بالعنده. هذه نقطه. الجانب الاخر التعاون الموجود بين الدوله وبين اقليم كردستان. نعم. يجب ان يكون هناك توسع في المنطقه، منطقه واسعه، منطقه مو مال لواءين. الاخوه العسكر يدرون والله لو يدخلون فيلق وادي زغيتون ما تنسد. اذا تريد الجندي بصف جندي، تمام؟ اترك جندي بصف جندي. يجب ان تكون هناك النيران متقاطعه، يجب ان تكون هناك تبادل رؤيه بين شخص واخر، منطقه واسعه، اذا يحتاج من عندي الى قطعات، واذا ما قدرت امن قطعات يحتاج من عندي البدائل يجب ان نتفق عليها. بدائل في الدوريات المشتركه، بدائل في تقاطع النيران، بدائل في استخدام الطائرات المسيره، بدائل في استخدام الدوريات الآلية والى اخره. نعم. في نقطة أخيرة معك سيادة اللواء، ماكو خطر على محافظة كركوك، وهاي العمليات هي عمليات يعني بسيطة والوضع مسيطر عليه؟ كرأيي الشخصي، نعم، او قايلها انا في عدة مرات، نعم، كل شيء ماكو ان شاء الله على اهل كركوك. نعم. زين. وهاي العمليات تجرى فقط على مناطق معينة، مناطق اللي ما منتبهة أكثر من اللازم. المنطقة المنتبهة لا والله يجوا لها مرة يندقون بها، من يحسون عجمات الجس والنبض مالتهم فشلت ما يكرروها. نعم، وهذا احنا ما نتمناه. خليني وياك سيادة حسين، التنسيق ما بين البيشمركة وأيضا الجيش يجب أن يكون على أعلى مستوى، خاصة في المحافظات المشتركة ما بيناتهم اللي تمتد من ديالى وصعودا موصل وكركوك وأيضا صلاح الدين وصولا حتى إلى إقليم كردستان. الحقيقة حاليا تنسيق أكو عمل، أكو شغل، لكن مو بالمستوى المطلوب. احنا نأمل أنه بالفترة القادمة أنه يكون تنسيق أكبر. هذا التنسيق يعتمد على الاتفاق السياسي بين الكتل المتناحرة. النزاع بين إربيل وبغداد نزاع طويل حقيقة منذ 2003 ولحد هذا اليوم، أنه ما شفنا تنسيق مشترك، إدارة مشتركة، ما شفنا قوة أمنية مشتركة، ألوية مشتركة، جهد استخباري مشترك. هذه الأمور كلها اليوم بحاجة إلها. إحنا المناطق شاسعة، المناطق يستغلها العدو بتنفيذ هجماته، بتنفيذ خططه، يعني اليوم إحنا لازم نوصل لمرحلة أنه ما نخلي ثغرة يستخدمها هذا العدو. الموضوع مهم جدا. الوضع السياسي بالدرجة الأولى والأخيرة هو ينعكس سلبا وإيجابا مع المتغيرات الأمنية في المنطقة. نعم، وأكيد ضرورة التنسيق راح ينعكس بشكل أكبر على كركوك وأيضا على بقية كركوك بصورة خاصة. أستاذ عمر، كركوك بصورة خاصة اليوم. كركوك تكلمنا عنها بها جانبين، الجانب الاقتصادي والجانب الجغرافي. الجانب الاقتصادي أنه مدينة غنية بالنفط، غنية، مدينة ثرية. والجانب الجغرافي أنه مدينة تحمل عدة مكونات. هذا المكونات راح يولد لنا صراع سياسي على إدارة المدينة. الصراع السياسي على إدارة المدينة يتطلب اتفاقات، يتطلب جهد، يتطلب اتفاق سياسي بحت 100%. نعم، وهذا ما نتأمله ونتمناه. طبعا في نهاية اللقاء أشكر اللواء الدكتور جوجة جهاد خبير الأمن والاستراتيجي، شكرا للحضور وتلبية الدعوة، وأيضا الشكر موصول لك سيد حسين الفرجي المراقب للشأن السياسي، شكرا جزيلا لك وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، ودائما ما نتمنى وندعو عبر قناة كركوك وأيضا عبر بقية الوسائل الإعلامية أن يكون هناك تنسيق مشترك وأمني عالي المستوى ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية، كونه ينعكس إيجابيا على أرض الواقع، كون أن دائما ما نلاحظ بأنه فلول الإرهاب أو ما تبقى من هذه الجيوب الإرهابية تستغل الفراغات ومناطق التماس لتنفيذ هذه العمليات الإجرامية اليائسة. وأكيد نتمنى دائما الأمن والأمام للعراق وأيضا لمحافظة كركوك على وجه الخصوص. نلتقيكم في الحلقة القادمة. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.